أهلا بكم. سلم سفير إريتريا في مصر السيد عثمان محمد عمر رسالة من الرئيس إسياس أفورقي إلى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبحث السفير عثمان محمد عمر مع وزير الخارجية المصري السيد نبيل فهمي خلال مراسيم التسليم سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وأكد وزير الخارجية المصري السيد نبيل فهمي في اللقاء تقوية العلاقات الإريترية المصرية للمصلحة الثنائية والإقليمية، موضحا بأنه سيجري مباحثات موسعة مع وزير خارجية إريتريا السيد عثمان صالح على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي سيعقد هذا الشهر في نيويورك الأمريكية. أوضح المزارعون عن الأوضاع الجيدة للمزروعات في مشروع تسني علي قدر الزراعي الذي يتم زراعته عن طريق الري عبر قنوات ترعة علي قدر. وذكر كل من السيدة جنة تسفالديت والسيد سعد الدين إبراهيم أن المزارع تنمو بصورة جيدة للهطول المستمر للأمطار رغم تأخرها. وقال المزارع محمود محمد حامد إن الجهود التي بذلوها إضافة للهطول المتواصل للأمطار جعل مزارعهم تنمو بصورة جيدة، معربا عن ارتياحهم لامتلاكهم المزارع في المشروع. وأوضح مدير مشروع تسني علي قدر السيد يمان جبر تنسائي عن القيام بإصلاحات في البنية التحتية والتنظيم للمشروع جراء الأعمال التي نفذت منذ عام 2009 ليستفيد منه سكان السيتي وعلي قدر وسيتمو و13 وأنجحاي. هذا وأشار إلى زراعة مساحة 2600 هكتار هذا العام بالذرة والسمسم. دعا سكان أسمر الجهات المختصة للقيام بالمراقبة والمتابعة اللازمة لهدر المياه الذي يحدث إشكالية في توفير المياه. ودعا السيد تولد جبر آب والممرضة لملم جبر ولد السكان للاستفادة الأمثل من المياه وترشيد استهلاكها. وأكدت السيدة آبابا جبر يسوس والسيدة جدي جايم على الدور الكبير للشرطة البلدية لمراقبة هدر المياه ونظافة المدينة، مشيرتين إلى هدر المياه بترك صنابير المياه مفتوحة ليلا. وقال ممثل شاحنات صهاريج مياه وزارة الدفاع في محطة توزيع مياه ميتمناي السيد إيوب أبرهة إن قسم المياه الذي يتوجب عليه حماية المياه وترشيده يتسبب في هدر المياه وسكبها في محطة التوزيع بميتمناي. وقال السيد ملوجيتا كيدانا صاحب ورشة لغسل السيارات إن الاستفادة الجيدة من المياه وإعادة استخدامها يساهم للحفاظ عليها. وكانت وزارة الأراضي والمياه والبيئة قد دعت مؤخرا لترشيد استهلاك المياه. نظم مكتب التعليم في الإقليم الأوسط دورة تأهيلية ل70 معلما للمساعدة على تقييم أوضاع وكفاءة الطلاب. وقال مسؤول التخطيط والتأهيل في مكتب وزارة التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي حبتجابر إن دراسات استثنائية أجريت لتقديم مثل هذا التأهيل، مشيرا إلى أن الاختبارات التي أجريت في 6 مدارس في هذا الإطار كانت ناجحة. وأوضح بأن التأهيل يقدم لمعلمين من ذوي خبرة 20 إلى 30 عاما. وأوضح مسؤول وحدة المعايير في وزارة التعليم الأستاذ داوود أبراهام الذي أشرف على الدورة التأهيلية عن تأهيل 300 معلما على مستوى البلاد و70 في الإقليم الأوسط حتى الآن، داعيا المعلمين لتعزيز دورهم لتقييم الطلاب. وذكرت مسؤولة التعليم في الإقليم الأوسط السيدة حليمة محمد أن الدورة التأهيلية لها دور كبير لتقييم المعلمين لطلابهم، مناشدة متلقي التأهيل لنقل المعرفة المكتسبة إلى المعلمين الآخرين. وأشار الأستاذ بنيام بين والمشرفة التربوية الأستاذة سابات ولده أن التأهيل المقدم مفيد جدا ومساعد للتعرف على قدرات وأوضاع الطلاب.
دعا سكان مديرية غونيا لدى لقائهم الشرطة للدفع بحملة التوعية بالقانون لدورها الكبير لمكافحة الجريمة، مؤكدين على أهمية التعاون مع الشرطة لدرء الجريمة. وقال مدير شركة بارونتو الرائد ملأكي جبر مريم إن معظم الجرائم والمخالفات ينفذها الشباب، مشددا على دور الآباء لتنشئة شباب واع بالقانون. وأشار المحقق في شرطة بارونتو الرقيب بوتو أملاخ عند برهان أن الشرطة والمحاكم الأهلية تقوم بدور كبير لرفع الوعي بالقانون والحد من الجرائم. خاض الدراجان الإريتريان في فريق MTN الجنوب إفريقي ميرون رؤسوم وفريق السيدبساي سباقا جيدا لمساعدة كابتن فريقهم على الانتصار في طواف بريطانيا الذي بدأت مرحلته الأولى أمس الأحد بمسافة أكثر من 100 كيلومتر بمشاركة فرق سباق دراجات كبيرة تضم متسابقين مشهورين. وفاز بالمرحلة الأولى من الطواف الدراج الإيطالي كولودولي فيفياني، بينما جاء الدراج الألماني جيرالد سيوليك المدعوم من الدراجين الإريتريين في المركز الثالث ليحرز المركز الأول في المرحلة الثانية من السباق الذي جرى اليوم الاثنين. تجدر الإشارة إلى أن الدراجين الإريتريين ميرون رؤسوم وفريق السيدبساي سيشاركان مع منتخب إريتريا للدراجات الهوائية في بطولة العالم لسباق الدراجات الهوائية الذي سينظم بعد أسبوع في مدينة فلورنسا الإيطالية للأعمار فوق 23، وسيكون لهم طواف بريطانيا تجربة ثرة لاكتساب الخبرة. هذا وستتواصل اليوم المرحلة الثانية البالغ طولها 186 كيلومترا من طواف بريطانيا الذي يشمل 8 مراحل. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، تحية لكم وإلى اللقاء.